عليكم ورحمة الله وبركاته. وعدنا لكم من جديد وحلقة أخرى من حلقات لقاء الجمهور، حصري من قناة جروب الموجة الأزرق. حلقة اليوم مختلفة جدا عن الحلقة الأولى، جينا النادي الهلال ناخذ أبرز اللقاءات مع الجمهور ونترككم مع اللقاءات. لقاءاتنا لهذا اليوم، السؤال الأول، رأيك بجروب الموجة الأزرق؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، صراحة جروب متميز وأخبار حصرية تجيك أول بأول، صراحة من أشد المعجبين أنا في الجروب صراحة. طيب رأيك بأداء الهلال آخر مباراة في الدوري؟ والله شوف، أداء الهلال ضد مباراة التعاون ما كان في مستوى، بس الأهم هي 3 نقاط، لكن المستوى ما كان موجود، يمكن عشان فترة التوقف اللي هي في أيام الفيفا، لكن أهم شيء 3 نقاط. طيب رأيك أو أفضل هدف لك للهلال هذا الموسم؟ بالنسبة لي صراحة هدف، بس إعجابي فيه مو علشان جماليته، علشان وقته اللي هو كان ضد التعاون في الدور الأول، اللي هو هدف ناصر الشمراني في دقيقة 20. وقتها رفع تيشيرت ياسر القحطاني، وكان شو اسمه يعني زي ما تقول يحفزه وزي كذا عشان يرجع أقوى من قبل. إيه صحيح. تتوقع هذه رابطة قوية للاعيبة الهلال مع بعض؟ صراحة يعني ما شاء الله قوية مرة، حتى لاحظت أنت في دورة الخليج نواف العابد يوم سجل هدف صحيح سوى نفس حركة ياسر القحطاني، والحمد لله الله يزيدها إن شاء الله. جروب الموجة الأزرق والله هو من أفضل الجروبات، وأقول لهم استمروا وأهنيهم. طيب أجمل هدف للهلال هذا الموسم؟ هدف تياغو، والله أنفذ تياغو على الفتح. خلاص شكرا، يعطيك العافية. أخوي أنت إيش رأيك بأداء الهلال في آسيا؟ كويس جيد مع المدرب هذا كويس. طيب إيش رأيك بجروب الموجة الأزرق؟ والله جروب ممتاز كويس الجروب. طيب أفضل هدف لك، أفضل هدف تشوفه أنت لنادي الهلال هذا الموسم؟ هدف ناصر الشمراني مع الفتح. آخر لقاء ولا الدور الأول؟ لا آخر لقاء. تتوقع يا أخوي في مفاجأة في الدوري؟ ما اتوقع مفاجأة. البطولة محصورة بين الاهلي والنصر، والهلال الثالث والرابع بين الهلال والاتحاد. طيب رايك بشكل عام عن جروب الموجة الأزرق؟ والله اشكرهم صراحة، جهد يبذلون جهد وتغطية متكاملة في اخبار اول باول، اشكرهم بس. طيب اجمل هدف شفته للهلال هذا الموسم؟ الهلال في اهداف كثيرة، بس انا تياغو ضد لوموكيتيف. يعطيك لهذا اليوم. اتمنى تغطيتنا حازت على رضاكم. كان معكم من على المايك اخوكم ابراهيم الخرجي، ومن خلف الكاميرا اخوكم مشعل الدهيمي، ونلتقيكم باذن الله في حلقه اخرى من حلقات لقاء الجمهور. في امان الله.